هاي كوينز ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم هي عسيلة مثل الموجودة في المحلات وبطريقة سهلة أي وحدة تقدر تنجح فيها حتى لو أول مرة تخدميها. راح نعمل لكم كم الأسرار اللي نعرفها إن شاء الله تفيدكم وفرجة ممتعة. ونبدأ على بركة الله بالمقادير. عندنا 2 ملاعق كبار من الغلوكوز، كيلو سكر، ملعقة صغيرة من الفانيليا بودر، قليل من حمض الليمون خليتها لكم كما راكم تشوفوا فيها في المعلقة باش تعرفوا الكمية، وحجرة صغيرة من الشب الطبيعي. ما تستعملوش البودر لأنه البودر دائما تلقوه مغشوش، لازم تشروا حجرة، ورشة ملح، وذوق العسل. مقدار من قطرتين 3 قطرات فقط في الوصفة هذه، وراكم تقدروا تشروه بالعدوز يدير 10,000. والآن طريقة التحضير: في مقلاة ولا طاوة يفضل أنها تكون واسعة، نحط نصف كأس سكر نرشه كامل على السطح مع ملعقتين كبار من الغلوكوز وملعقتين كبار من الماء، ونوضعهم على نار متوسطة حتى يذوب السكر. والهدف من هذه المرحلة أننا نصنع كراميل، لأنه هذه المرحلة هي الأساس اللي تعطينا اللون والقوام للعسيلة. وبالنسبة لإضافة الماء في هذه المرحلة حتى وهي كمية قليلة جدا لكنها مهمة، لأنه يساعد السكر على الذوبان بسرعة. وكما هيك راح تتجنبي المرحلة اللي تنتظري فيها السكر يذوب لوحده، لأنه كاين بنات ياسر يخسر لهم في هذه المرحلة اللي يتكرمل فيها السكر بحيث أنه يفوت درجة الطهو ويصبح بني غامق. يعني هذه الطريقة راح تكون نتيجة مضمونة وتجنبك أي خسارة وأي أخطاء. حتى يمكن استعمال هذه الطريقة في الكراميل العادي. إن شاء الله المرة الجاية نخدم لكم الوصفة تاع الكراميل على طريقتي أنايا. والآن بعد ما ذاب السكر بدأ يأخذ لون عسلي خفيف كما الدرجة اللي راكم تشوفوا فيها بالضبط. ونبدأ نضيف الماء بالتدريج وأنا نخلط، وفي نفس الوقت حذروا على البخار اللي يتصاعد. أما بالنسبة للماء لازم يكون الماء يغلي بنفس درجة حرارة خليط الكراميل، والمقدار اللي درته هو 3 كؤوس ماء. وبالنسبة له نضيفوا الماء الساخن ماشي الماء العادي باه يبقى الخليط تاع الكراميل طري ما يبسش يتحجر لكم، يذوب في ساعة. وبالمناسبة كمية الماء هذه اللي درتها 3 كؤوس تخلي قوام العسل يكون متوسط. إذا حبيتوا القوام يكون أثقل ديروا كأسين فقط. وبعد ما تذوب كامل كتلة الكراميل نضيفوا الكمية الباقية من السكر ونخليه يذوب مع ساعة ونحركهم شوية باه يذوب السكر أسرع. وبعد ما يذوب السكر تبدأ مرحلة الغليان، نحسبه مدة 10 دقائق باه يكون واجد عندنا العسل. ديروا هنايا ساعة مساميكم وتحدوا بها الوقت 10 دقائق. ونجي الآن مرحلة الإضافات. نضيفوا حمض الليمون، وكي تضيفوا حمض الليمون راح يفور شوية باه ديروها في حسابكم ويصبح اللون أفتح قليلا من اللي كان عليه. وبعدها نضيفوا الفانيليا وقطرات من ذوق العسل، واللي هو انا مخفاته بشويه تاع ماء لانه بقات لي شويه برك في القاروره تاع الاكستري تاع العسل، ضفت لها شويه ماء باش تعود لي خفيفه لانه الذوق الاصلي يجي ثقيل ياسر مركز. وفي الاخير رايحين نديروا رشه الملح وحجره الشب. وبعدها نخلي العسل على النار 2 دقائق يغلي ونطفي النار ونخلي عليه يبرد على جنب. وبعد ما بردت وضعتها في علبه الغلوكوز الفارغه اللي بعد ما غسلتها وبالناره، وجاتني الكميه هذه كامل كيلو 300 غرام. وشوفوا لي قوامها كيفاه داير وهذاك اللون جا هايل وخدمتها سهله. استعمل هذا العسل ان شاء الله في المعسلات الرمضانيه. وكما هكا كان الفيديو تاع اليوم، اذا عجبكم ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ننزلو. دمتم في رفاهيه وسعاده، بسلامه.